عارفين بقى لما تبقى حاجة سهلة وجميلة وبسيطة جدا، وأكلة بتتعمل في حلة واحدة من غير ما نقعد نوسخ مواعين كتير، وكمان كلنا بنحبها كبار وصغيرين. وكمان ممكن نعملها من غير لحوم خالص. يا سلام بقى، يا سلام على الأكلة ديت. بصوا مش عايزة أقول لكم بجد كلنا بنحبها. ممكن نعملها بلحمة. آه، هي الاصل بتاعها انها تتعمل بلحمة، بس احنا بقى ممكن نغير، ممكن نعملها بفراخ، ممكن نعملها بسجق، ممكن نعملها من غير اي لحوم خالص. النهاردة انا هعملها بسجق، بس عايزة اقول لكم ان طعمها بالسجق عدى طعمها باللحمة بمراحل. بجد جميلة 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 جميلة، وريحتها رائعة رائعة. اول حاجة عندنا بصلتين كبار هشوحهم بس كده ايه، تشويحة بسيطة في الحلة بتاعتنا، مع معلقتين زيت. وهجيب فصين توم، هبشرهم معاهم، وهشوحهم برضو ايه تشويحة بسيطة. أه قبل ما اقول لكم احنا هنعمل ايه، عايزاكم تعملوا لايك وشير، ولما تعرفوا بقى احنا هنعمل ايه تعملوا لي كومنت حلو كده زيكم. احنا هنعمل النهارده مكرونه مبكبكه. انتوا عارفين المكرونه المبكبكه اصلها بتتعمل باللحمه، بس عادي احنا ممكن نعملها باي حاجه تاني، ممكن ما نعملهاش باللحوم خالص برضو بتبقى جميله جدا. انا هعملها النهارده بالسجق. طبعا احنا بالسجق يا دوبك هنشوح السجق وهنحط عليه الحاجات بتاعتنا، لكن اللحمه احنا بنسويها، بنسيبها لما تستوي الاول بعد ما نشوحها. هنشوح السجق تشويحه بسيطه بس كده، وبعد كده هحط عليه بقى التوابل بتاعتي. هحط عليه ملح. بصوا الاول انا حطيت قرنين فلفل، ليه حطيتهم سلام؟ ليه احنا المفروض بنقطعه؟ لان هي المبكبكه معروفه ان هي بتبقى حاميه، بس انا عشان عندي ناس مش بيحبوا الحامي، فانا ايه سيبته سليم، وحطيت فلفلتين كده ايه، رومي، قطعتهم تمام. هحطهم معاهم، واحط ملح وفلفل وبهارات وكركم. هقلبهم برضو كويس كده ياخدوا تشويحة حلوة برضو كده تمام. وبعد كده هعمل ايه، هحط معلقة صلصة، وهحط كوبايتين آه، طماطم انا فرماهم كويس في الخلاط. وهزود كمان ميه. اهم حاجه في المكرونه المبكبكه ان احنا نبقى مزودين الميه كويس علشان ما تعجنش مننا. ويا ريت كمان نختار ايه نوع مكرونه يكون النشا فيه مش كتير. انا المكرونه بتاعتي النهارده انا حسيت ان النشا بتاعها زياده سيكه يعني، بس برضو طلعت تحفه يعني. مش عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها وريحتها رائعه. الميه طبعا بتاعتنا بتبقى طبعا ميه من الكتل. طبعا احنا طول ما احنا بنعمل اي اكل الميه بتاعتنا لازم تبقى من الكتل وتبقى سخنه. انا سبتهم اخدوا مع بعض غلوه، وبعد كده هحط المكرونه بتاعتنا. طبعا انا لو بعملها باللحمه انا مش هسيبهم ياخدوا غلوه بس، لا احنا لازم هنسوي اللحمه الاول، وبعد كده نحط الايه المكرونه تستوي. هنزود بقى ميه، لان الميه لازم تبقى مغطياها بشويه حلوين كده علشان ما تعجنش مننا. وحاجه كمان احنا طول الوقت بنقلبها. كل دقيقة كده بنديها تقليبة، وبنجيب من قعر الحلة من تحت علشان ما تلزقش، لان المكرونة دي وهي بتستوي بتبقى سهل جدا ان هي تلزق في قعر الحلة. فلازم كل شوية صغيرين كده نروح مقلبينها، ولو في اي حاجة بسيطة لزقت في الحلة بنروح شايلينها. هي مش بتاخد وقت طويل معانا في السوا. انا ظبطت الملح، لو حد عايز حابب يحط قرص مرق الدجاج بيعلي التست بتاعها طبعا وبيخليها اطعم. بس عايزه اقول لكم حتى من غير السجق مخليها حاجه كده خيال بجد، طعمها تحفه ورائع. زي ما انتم شايفين انا عماله بقلب فيها كل شويه. هي كده استوت اهي، استوت كمان بسرعه. انتوا عارفين المكرونه الصغيره دي مش بتاخد سوا معانا كتير يعني. جربوها بالسجق هتعجبكم قوي 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 بجد، وهتعجب كمان الولاد اكتر منكم. انتوا عارفين كل الولاد بيحبوا السجق جدا، وبيحبوا طعمه وبيحبوا ريحته. جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم فيها. ويا ريت بقى كومنت كده حلو زيكم، ولايك وشير يا ريت، ارجوكوا ارجوكوا عايزه شير والنبي عشان خاطري. بصوا شكلها جميل ازاي، بجد بجد شكلها رائع بجد والله العظيم. شكلها حلو جدا وطعمها تحفه.